في أحد في القاهرة الشعبية كان يوم سعيد بيشتغل بقال 30 سنة بيصحى كل يوم الفجر يفرع على البيوت يجمع الزبالة في البرد والحور مرتب كان 2000 جنيه بيصرف منهم على 5 أولاد وزوج تمريض في يوم شتاء بارد وبيفدي صندوق قمامة قدام فيلا كبيرة لقى شنطة سوداء بالتجاه فتحها لقى فيها مليون جنيه كاش مربوطين ماسكة قلب وقف من القعدة أول حاجة فكر فيها أولاد والديون الله يرعى كان ممكن ياخد الفلوس ويقوم بتشهير بس افتكر كلام أبو الله يرحمه القرش الحرام بياكل الحلال شال الشنطة وراح على القسم وسمها النوم مكنش مصدق بعد التحريات اكتشفوا أنها فلوس تجار مخدرات هربانية وزير الداخلية كرم في التلفزيون وقال شقة تملك في مدينة نصر بيشتري عليها تاكسي عمره 5000 جنيه مدى الحياة دلوقتي يوم سعيد بيحكي قصة الناس بيقولوا لاد الشرف والأمان على من مليون جنيه والرزق الحلال نبي بارك فيه الربا يا جماعة الأمانة كنز لا يفنى والتمن ما جمع